3 أفعال أوصى بيهم القرآن والسنة بيهم بيدوم الحب في العلاقات. الفعل الأولاني في القلب، حسن النية. ربك يقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فطول ما النية في قلب الراجل والست الزوجين الإصلاح وإكرام بعض وعدم الأذى، دايما التوفيق هينزل عليهم. الحاجة التانية المبادرة، إن كل واحد يفكر إزاي يشتغل على نفسه يبقى هو الشريك الأحسن الأكرم والأكثر تسامح والألطف والأحن. قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ربنا يكبر بخاطرك في إكرامك في شريكك لو أنت شغال أن أنت تكون الشريك الأكثر كرما ورحمة في العلاقة. الفعل الثالث هو العفو. ربنا سيدنا النبي يقول عليه الصلاة والسلام وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فكل ما تعفو وتتغافل وتفوت حاجات في المعاملات اليومية اللي ممكن يكون فيها إزعاج أو سخافات، طبيعي علاقات طويلة الأجل فيها كتير من ده. كل ما كان عندك عفو كل ما ربنا عزك أو عزك في هذه العلاقة وأكرمك في شريكك، إنك أنت هيبقى قرة عين ليك ببركة ال3 أفعال دول: نية صالحة، المبادرة، والعفو. الله أعلم.